هناك العديد من الوسائل لمواجهة محاولات طمس الهوية المقدسية، ومن بين هذه الوسائل اختارت المرأة الفلسطينية الفن كسلاح لها للتعبير عن الروح الحقيقية للمدينة المقدسة في شكل لوحات ومعارض فنية. بما أن الفنانة المقدسية عاشت تحت الاحتلال من 48، فهي تتميز أن دورها يأتي هنا للحفاظ على الوطن والحفاظ على الريشة المقدسية، ويأتي دور الفن عند الفنانة المقدسية بالتعبير عن نفسها وعن قضيتها. ويجسد مركز حوش الفن دور القدس كعاصمة للفن والثقافة الفلسطينية، حيث يستضيف المركز أعمال فنانات من سائر فلسطين لإظهار مشاركة المرأة الفلسطينية في شتى مجالات الحياة، وبالتالي دورها في رسم الوجه الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني. بلشنا نحن بال 2004 وأنشئت المؤسسة بمبادرة من مجموعة من الفلسطينيين الأفراد اللي لمسوا حاجة المجتمع الفلسطيني تحديداً في مدينة القدس لوجود جسم مهني بيعنى بالحفاظ على وترويج وعرض وتوثيق إنتاج الفن الفلسطيني، وعم نحكي عن إنتاج الفنون التشكيلية البصرية بالتحديد. الهدف الرئيسي من إنشاء المؤسسة كان وما زال هو بناء نواة لإنشاء متحف فن فلسطيني. بلشنا بال 2004، بال 2005 قدرنا نوجد مقر ونبلش فعالياتنا ونشاطاتنا. تعد جمعية حوش الفن نموذجاً للمؤسسات الثقافية في القدس التي تهتم بنشر فكرة ورسالة محددة للدفاع عن هوية المدينة وتشكيل الروح الثقافية لها من خلال المعارض الفنية التي تستعرض جوانب عدة من الحياة الفلسطينية. لا يتوقف دور المرأة العربية الفلسطينية عن الدعم والمساندة للرجل في نضاله للحفاظ على الهوية، إنما تقوم بأداء رسالتها على طريقتها الخاصة باستخدام اللغة التي يفهمها كل سكان العالم، ألا وهي الفن. سماهر حجازي، القدس، عاصمة الثقافة العربية.